تن تن تن. ايه اللي معانا النهارده؟ ايه الجمال اللي احنا شايفينه في الصوره ده؟ بتتكلم عن نفسها. الريحه طالعه من الصوره يا جماعه. شوفوا الجمال. اكل اسكندراني بروح ريفيه وطعم ريفي جميل اصيل. طاجن مكرونه بالبشاميل في الفخار. واكل النهارده كله فخار. شوفوا الجمال. يا ريت تحفظوها عندكم لرمضان في اي عزومه، او لو حابين تدلعوا اولادكم. معانا لحمه مفرومه، ومعانا بصل متفرز، ومعانا المكرونة القلم اللي هي الأساسي في الصينية بتاعتنا. مكرونة بشاميل، يعني حاجات كتير. ولازم تكتري وبلاش تستخسري إن دي مكرونة بشاميل. حطيت البصل. شوفوا أنا كان متفرز عندي، كنت تعبانة بصراحة وكسلانة أبشر بصل، مش قادرة. بشرت واحدة وبعدين ما قدرتش، جبت الباقي من الفريزر عندي. بيوفر عليا وقت ومجهود. اما باجي ابشر لحاجه، المحشي لاي حاجه، بعمل كميه جنبي وبشيلها في الفريزر. رشيت عليها شعره ملح عشان تفك بسرعه. وهي فكت معايا، حطيت اللحمه. دي اقل من ربع لحمه جزاري، ممكن تمن، بس كان عندي صدور فراخ. حطيتها معاها تاخد الطعم والريحه. وكتر لها البصل عشان تبقى حلوه. رشيت ملح بس كده، شعره صغيره، مش ده الحدق بتاعه. دي عشان اللحمه تفك، لان الفراخ زي ما انتوا عارفين بتشم النار، بتمسك في بعضها، تكلكع. لما فكت حطيت لها ملحها، شعرة قرفة، فلفل اسمر، بابريكا، بهارات. بصوا بقى، وبجيب الهراسه لانها مش عايزاها تكلكع الفراخ، عايزاها تبقى فكه كده ومفرفره. وبالشوكه كده وقلبتها لغايه ما اتعصجت. وكمان عشان تزيد الطعم حلاوه، هديها يا اما ابشر طماطميه، يا اما دي صلصه عندي في البيت مفرزاها انا وشايلاها في باب التلاجة، بتقعد معايا من اسبوع 3 اسابيع ما بيجرالهاش حاجه. دي بتعزز الطعم وبتدي لون حلو لغير لون الفراخ، مش لون ابيض كده، بتديني لون حلو. وكان عندي المكرونه سلقتها. انا عامله كميه كبيره، انتوا ممكن تجيبوا نص كيلو كيلو، انا عامله كميه ونص، لان انا اولادي بيحبوها تبات وياكلوا تاني يوم كمان. دي تقريبا كوبايه دقيق. انا ما بعملش بمقادير، المهم سمنتها تبقى على قدها. شوف تبقى السمنه شكلها الدقيق ما يبقاش مكلكع. بقى كده بعرف اقلبه كده سوس كده، وتقلبه كويس لغايه ريحه الدقيق ما تطلع، وياخد اللون الذهبي الجميل. بالراحه وواحده واحده، هيبقى احلى بشاميل في الدنيا. انا بحبه كتير، احسن من البواكي الجاهزه. احلى حاجه اشم ريحه الدقيق كده وهو بيتعمل بشاميل. شوفوا الجمال، بالراحه وعلى مهلكوا خالص، واحفظوها معاكم لرمضان. يا دوبك عطاني اللون، رحت نازله باللبن. وكمان بقى مش هقدر اجيب كميه اللبن دي، بزود كمان ميه من اللي انا سالقه منها المكرونه. جميله وبتنشي معايا. بفضل احط لبن او ميه من سلق المكرونه في شوربه، ماشي كملوا بيها. جميله جدا. وافضل ايديا بصوا تقليب مستمر، يا بالمضرب ده، اللي مش قادر ممكن في مضرب كهرباء، او لو لقيتوها كلكعت في الخلاط بسرعه. بس لازم ايديكم فيها مش هتكلكع. بصوا بصوا، كريمي. حطيت له ملح وفلفل اسمر بس. طبعا بقى ما كانش عندي الا شعرة جبنه صغنونه خالص، موتزاريلا على رومي قصاقيس صغننه. رحت واخده حبه مكرونه اتسلقت اهي واتغسلت وصفيتها. حطيت شعره صغننه حته جبنه على المكرونه عشان تعزز الطعم. لو في اكتر كتروا كتروا، ما تستخسروش. والبشاميل انا بحب اعملها كده، ما بحبش احط طبقه بشاميل وبعدين مكرونه ساده. شوف شوش وهو بيتقلب فرحانه بحته الجبنه انها بتشد. وادي الطواجن ملكه الحفله اهي. برص طبقه خفيفه. ومن اسرار المكرونه، ما تتكوش على المكرونه كده وتدكوها، لا، حطوا كده خفيف بالمعلقه، تتكوش عشان ما تكبسوهاش، تبقى هشه وجميله ولذيذه اهي. واللحمه الطبقه التانية اهي على طول. فكرني الطاجن ده بايام اناميشو سنه 99، مطعم اناميشو في محرم بين رصافه. كان احلى طاجن بناكله هناك من مطعم اناميشو بين المحاضرات. كانت اوقات جميله. فلما حكيت للاولاد قالوا لي لازم تعمليها لنا يا ماما زيه في الفخار. ومن ساعه ما كلوها وخلاص. في بيضه بقى بسيب حبه بشاميل للوش، وبجيب بيضه بربها فيه كده بالمضرب، وعلى الوش عشان تدي اللون الاحمر الجميل. اهو ده الوش اهو. وبقيت الجبنه اللي كانت فاضله عندي فسافيس كده رشتها. طبعا انا مليت بريمه تانية وعملت الطاجن الكبير الحلو ده وحضرته. كنت عامله شوربه لحمه، شوربه، ايوه. وكان في شيبسي وبصل مشوي وطماطم مشويه عاملينها كاتشب. شوفوا الجمال، شوفوا حلاوته في الفخار. كله النهارده الاولاد قالوا كله فخار في فخار يا ماما.
قلت لهم النهارده يوم الفخار، حتى القله بتاعتنا، الزيتون والمخلل في الفخار، الكاتشب في الفخار، السلطه في الفخار، وهتشوفوا سفرتنا الجميله. شوفوا جمال الفخار وطعامته. ايه رايكم في الحلاوه دي؟ اتفضلوا معانا بقى في الفخار الجميل ده. شوفوا جمال الفخار وحلاوه الفخار اللذيذه، وبالهنا والشفا.